طلائع الجيش. ادي الاعاده امامنا، والتدخل فعلا محمد عواد خروج خاطئ جدا، والتدخل على جسد صلاح امين في اللقطه الماضيه، وركله الجزاء تتحسب على طول مباشره من الكابتن محمد فاروق بدون اي تردد، واضحه وضوح الشمس، ركله جزاء. ومين اللي هيسدد هنا في الكره القادمه؟ صلاح امين هو اللي تسبب في هذه الضربه، وهو اللي هيسدد. صلاح امين ومبارزه فرديه هنا مع محمد عواد، هو صاحب الخطا، وان هما الاثنين كانوا ابطال الواقعه، وصلاح امين وعواد، وصلاح امين ويسجل صلاح امين اول اهدافه في هذه المسابقه، اول هدف ليه، وايضا اول هدف لطلائع الجيش ما يسجلوش اسلام جمال. كده يرفع رصيده من الاهداف الى 3 اهداف فريق طلائع الجيش عن طريق الهدف وركله الجزاء اللي سجلها صلاح امين. يعني طبعا الاهم اكيد من اي اهداف او من اي يعني انجازات شخصيه للاعبين، اللي يهم الكابتن عماد سليمان اللي كان امام في الشاشه هو ال3 نقاط في هذه الوضعيه الحرجه اللي بيعيشها نادي طلائع. المباراه الثابته اخيرا للنادي الاسماعيلي بعد عناء، كذا كوره على مرمى محمد خلف، كان بيزود عن مرماه بكل بساله واقتدار هذا اللاعب، لكن ينجح في الاخير اللاعب صالح موسى، او هنا لا اللاعب محمود عبد العزيز او محمد شريف في ادراك هدف التعادل في لحظه رائعه جدا. لا هنا ده مش